السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير. راجعه لكم في فيديو ان شاء الله يعجبكم بكاتا باللحمة. بعملها ببديل كريمة الطهي ومن غير اي صوصات، وان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجة ان شاء الله نوع اللحمة هي بتبقى زي اللي هي الانتركوت، او التقطيع اللي هي اي تقطيع انت عايزاها، بس اللي هي بتبقى ايه، مش سميكة قوي. بنتبلها بملح وفلفل بس، ما بنحطش اي توابل تانية. وبعدين نروح يعني مخلطين التوابل بالملح والفلفل باللحمة بسيط قوي كده. وبعدين نديها تبدير الدقيق، مش طبق الدقيق، مجرد ان احنا نبدرها كده بس. وفي طاسة، في صينية، اي حاجة ان انت تعرفي تديها تشويحة كده. نحط معلقتين زبدة، وبعدين نبدأ نرص اللحمة بعد ما الزبدة تكون سخنت علشان تاخد الصدمة ما تنزلش المية اللي فيها. نبدأ نرص اللحمة كده بعد ما الزبدة طبعا سخنت جدا، ونرص اللحمة في الصينية بحيث تاخد بس كده ايه، يعني لون من على الوجهين. ونقلبها زي ما شايفين كده، خدت لون من الناحية دي، وبتبقى مستوتش على فكرة، بس احنا مجرد بنديها صدمة وبنديها لون على الوجهين بس. نقلبها يعني على الناحيتين، وبعدين بعد ما بنتأكد ان هي خدت اللون الكويس، بنطلعها بقى ايه في طبق جانبي بره. هي لسه انا بوريكم الشكل بتاعها. بصوا على الوجهين بتبقى شكلها تحفه الحقيقه يعني. بعد كده بنروح مطلعينها هي طبعا زي ما قلت لكم هي لسه مستوتش، هي بس خدت صدمه من ناحيتين. بنطلعها في طبق جانبي بره بالصوص بتاعها يعني كل حاجه نزلت منها بنركنها في طبق جانبي بره. بعد كده بنحضر بصلايه حلوه كبيره وحوالي 4 فصوص توم، وننزل في نفس مكان ما اللحمه خدت الصدمه بتاعتها. بنقلب البصل بالثوم كويس بحيث ياخد لون خفيف قوي. لو انت بقى بتحبي المشروم ممكن تضيفيه في الوقت ده قبل ما تحطي معلقه الدقيق، وتقلبيه كويس. شو مشروم علب فريش تقطعيه وتضيفيه. ولو انت يعني نفس الطريقه دي انا بقولها لك، لو انت هتعملي بكاتا بالفريخ ما بتاخدش بقى البصله بالثوم اللون ده. بعد ما خدوا اللون الحلو ده بننزل عليهم بمعلقه دقيق ونقلب كويس قوي. نلم يعني الدقيق زي ياخد تحميصه كده مع البصل والثوم. وبعدين ننزل بقى بايه، بكوبايتين ميه مغليه. يعني انا اديتها كوبايتين ميه مغليه لان انا عارفه ان اللحمه بتاعتي بتاخد سوا شويه. يعني كل واحد تبع في الحته دي، اللحمه بتاعتك اللي ما بتاخدش سوا. اول ما الميه تغلي بقى، طبعا لانها مغليه بتغلي بسرعه، نضيف اللحمه تاني اللي احنا ركناها على جنب بكل يعني كل حاجة نزلت منها حتى الصوص، لان هو ده اللي هيديها اللون الجميل اللي ما نحتاجش ان احنا نحط صوص تاني. اهو بصي ادي اللي نزل منها انا برضو ضفته ليها. ونحط بقى شوية ملح وفلفل. وطبعا ان انت ممكن امكانية ان انت تزودي مية تاني مغلية، انا زودت لان دي تبع الايه، اللحمة بتاعتك انت بتعرفي اذا كانت سواها كبير ولا لا. وتقلبي بقى وايه، ونراعي السوا بتاعها. بعد كده هنعمل بديل كريمة الطبخ. ده عبارة عن ايه، كل كوباية لبن صغيرة، انا احتجت هنا كوباية ونص لبن للكمية اللي انا عملتها دي. ده نص كيلو لحمة. كل كوباية لبن عليها معلقة صغيرة دقيق، ضربتهم في الكبة وضفتهم على النار مباشرة من غير اي حاجة. وممكن اضربهم في خلاط، ممكن ادوبهم بمضرب سلك يدوي عادي، بحيث بس الدقيق يمتزج باللبن كويس. وبعد ما غلي ارفعه من على النار، والقشطه هتدوب في السخونيه بتاعته. اي نوع علبه قشطه عندك، لو انت عندك قشطه وش اللبن يبقى نص كوبايه، اي بقى علبه عندك. وبصي التقطيعات بتاعتها زي كريمه الطهي بالظبط. بعد ما اللحمه بتاعتي استوت رحت ضايفه كريمه الطهي فوقيها، ونقلب بقى كويس. هيدينا اللون الجميل بتاع البيكاتا بالظبط، ولا احتاجنا صوص ولا احتاجنا حاجه، ولا حتى اشترينا كريمه الطهي. انتوا عارفه الوقت كريمه الطبخ الوقت مكلفه جدا، احنا عملناها بمقادير بسيطه جدا وتحفه طعمها. هتدوقي البيكاتا دي يعني مش هتحسي بفرق بينها وبين بره. ودي طريقه التقديم بتاعته. انا عملت جنبيه شويه رز بالشعريه، تقدري تزيني بقى بالطريقه اللي تعجبك.
وطبعا اللحمة جميلة ودايبة وطعمها تحفة، يعني ما شاء الله هيعجبكم الطبق ده قوي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك. اترككم في رعاية الله.